اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن خيار المستخدمين. الخيار ده خاص بالناس اللي بتشتغل مع تيم، يعني لو عندك فريق عمل وحابب تدي لكل شخص صلاحيات باجراءات معينة او صلاحيات معينة، فالخيار ده مناسب جدا ليك. ازاي تستخدم الخيار ده؟ الخيار ده هتضغط على المستخدمين وبعد كده هتقول له اضافة جديد. هتيجي تكتب اسم المستخدم ده وهتكتب بريده الالكتروني وهتكتب رقم الهاتف وتأكد كلمة المرور مرتين، وهتنزل هنا بقى تختار صلاحيات الشخص ده. انت عاوز الشخص ده يعمل ايه؟ يبقى خاص بقائمة المرتجعات، خاص بسلة التسوق، خاص بإدارة صفحات التواصل الاجتماعي. هتختار بقى من هنا صلاحيات الشخص ده، تبدأ تحددها له وبعد كده تقول له حفظ وعودة او حفظ واضافة جديد في حالة انك هتضيف اكتر من شخص. تمام. اذا انت بتجيب شخص تديله صلاحيات معينة زي بالظبط صاحب الفيسبوك او صاحب صفحة الفيسبوك لما بيجيب مودريتور معاه. بس كده.